السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل بسكوت الشاي. زي ما انتم شايفين قدامكم كده المقدار ده: نص كوبايه سكر، نص كوبايه سمنه، بيضه واحده، كوبايتين دقيق، معلقه فانيليا ومعلقه بيكنج باودر. ده مقدار. هتحط عليه 4 معالق كاكاو، هيبقى بسكوت بالشوكولاته. هتحط عليه نص معلقه ريحه برتقان او لون برتقان. هيبقى لون البسكوت مصفر كده فاتح، بس طعمه تحفة بريحة البرتقال. وفيه نفس الكمية تاني هسيبها سادة زي ما انتوا شايفين كده. يعني المقدار ده اللي في اول الفيديو انا عملت منه 3: جزء بالبرتقال وجزء بالكاكاو وجزء سادة. هتلمي العجينة دي مع بعض، هتضيف كل المكونات مع بعض وتلميهم بشوية لبن، 3-4 معالق لبن كده لحد العجينة ما تمسك نفسها. وبعدين تفرديها على كيس بلاستيك وتغطيها بكيس وتفرديها بالمردانة وتقطعيهم بكوباية شاي او بقطعة او بالسكينة زي ما انت عايزة. وبعدين تدخليهم الفرن على درجة حرارة 160، درجة حرارة متوسطة، لمدة 10 دقايق كده. تلقي العجينة اتنفخت شوية كده ونشفت ولونها احمر، تبقى كده البسكوت استوى. وبعدين تطلعيهم من الفرن وتسيبيهم لحد ما يهدوا خالص ويبردوا، وتلميهم يا اما في علبة بالغطا بتاعها وتغطيهم، يا اما تحطيهم في طبق لو هتقدمي لضيوفك او لولادك. وزي ما انتوا شايفين كده ده شكل البسكوت السادة، وده شكل البسكوت اللي بالكاكاو، وده شكل البسكوت اللي بالبرتقال. وطعمه تحفة، ما تفرقهوش عن بسكوت بره، بل بالعكس ان هو اجمل. وطعمه فريش كده وحلو، مش مخزون او واخد اي ريحة من عند البياع. مع كوباية شاي تحفة. يعني كل الخبزة دي ما بتاخد لهاش نص ساعة، العجين والتقطيع والخبيز، وتقدمي لضيوفك او لاولادك او في السهرة وانتوا قاعدين كده. حاجة تحفة الصراحة. اهو شايفين، والمقادير سهلة وبسيطة من البيت: السكر والسمنة والفانيليا والبيكنج باودر والدقيق. يعني كوبايتين دقيق بيطلعوا معاكي مالي طبق بسكوت. زي ما انت شايفة ده السادة، وده اللي بالكاكاو، وده اللي بالبرتقان اهو. بس الصراحة اللي طعمه بالبرتقان انا عجبني اكتر من التانيين. وكل واحد وذوقه يا اخواتي. يعني نص كوباية سمنة ونص كوباية سكر، وقومي اعمليهم بسكوت لعيالك وفرحيهم. دي النتيجة في الاخر. يعني عايزة اقولك حاجة من اسرع ما يمكن ومن اجمل ما يمكن، وبألف هنا وشفا يا حبايبي. وما تنسوش الاشتراك واللايك الجميل لقناة بنت العمدة ام يوسف. سلام عليكم.